مشروع وأهم مشروع تشتغل عليه هو مربع ذاتك. لأنك إذا ما استطعت أنت تصلح ذاتك لن تستطيع تصلح الأمر من حولك. هذا أهم مربع الإنسان يتصالح فيه مع نفسه ويشتغل فيه مع نفسه ويعمره بينه وبين الله سبحانه وتعالى بالذكر بالفكر بالشكر. أما الإنسان يعيش مبعثر، يعني قال الغافل يستيقظ ينظر ماذا يعني يفعل، والعاقل يستيقظ ينظر ماذا يفعل الله به. فلا بد للإنسان أن يأخذ قرار حقيقي في حياته. هذا اللي بيسموه اليوم قرار التغيير. بس التغيير قبل ما الإنسان أين ما شاء الله مشاريع حول العالم سمعنا، لكن المشروع اللي لسه ما اشتغلنا عليه ذواتنا. سمعنا عن مشاريع في الشرق وفي الغرب، لكن أين مشروعك أنت في داخلك، مشروعك الذاتي؟ هذا مشروعك إذا نجحت فيه هو اللي حيثمر.